الكاتب اللي عنده مشروع ملوش امان في الكتابه. ليه بقى؟ لانه الصفحه بتبقى بيضة اه ودايما بيبقى اللي بيكتبه ده ما هو مش تحت سيطرته، اوكي. لانه مش متملي، اه مش ناسخ، اه مش بيسرق. اه فده بيبقى صاحب مشروع، فتلاقي ان كتابته فيها شهاده ايوه وفيها بصمه وفيها أيوة. مصداقيه اه وفيها اصوات الناس أيوة. وقلوبهم يعني. ايوه لكن الكاتب اللي هو الورشجي ده اه دايما بيبقى يعني ناسخ، اه بيبقى مقلد، اه فبيبقى آمن جدا اه بالنسبه للنجم وللمخرج بالنسبة لأي حد. والمنتج وكل أي حد والجمهور. طب الجمهور زي ده السكر. الجمهور يعني أكتر واحد مظلوم في المربع اللي هو بتاع الأربع أضلاع ده بتاع أي حالة فنية. إنه لو أنت فاكر إن المشاهد بيختار، تبقى غلطان. هو المتاح بالنسبة له هو بيتعامل معاه ومرن جدا في التعامل معاه. فالسقف كل ما بينزل هو غصب عنه بيتعامل، لأنه هو محتاج طول الوقت إن هو يشوف نفسه ويتوحد. فبيقعد يدور على الحاجات اللي بتأثر فيه. لما ما بيلاقيهاش بيضطر إن هو يستهلك الحاجات التانية على أساس إن هي دي المتاح. أيوة. وبتنجح لأن أيوة. إحنا 100 مليون وأكتر. فأي حاجة بتنزل بتنجح ليها جمهور. زي 5 مطاعم وأشطر مطعم فيهم ركن، الأربعة هيشتغلوا. بس لو في واحد رديء وهو أساسا اللي عليه السبوت وعليه هو اللي طول الوقت إن هو يعني عنده ترابيزات وعنده قاعدة وبتاع، الناس بتضطر تاكل من عنده خلاص. طب أنت لو أنا شاب صغير أو طفل أو كده، أعرف منين أنا عندي ملكة الكتابة؟ إزاي ده بيبان أو إزاي ده بيظهر؟ هو ما في موهوب ربنا ما بيدلوش طريقه. الله. ما فيش حاجة اسمها إن واحد بيسيبه كده عنده موهبة وما يعرفش. ده كلام فاضي مش حقيقي. الموهوب لأنه الموهبة ديت يعني مش مكتسبة. الموهبة ديت هبة من عند ربنا طبعا. فواحد بيبقى واخد هبة من عند ربنا جواه، فلا يمكن يخبيها. أيوه مش هيعرف يخبيها، مش ممكن. وبعدين اللي يديله الموهبة يديله طريقها، واللي يديله طريقها يديله نجاحها، الله أكبر. واللي يديله نجاحها يديله ظهورها حتى لو تعب. فهو الموهوب في امان تام الله من ناحيه اظهار هذه الموهبه. ايوه